بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قانون إيجار الأماكن القديمة وقانون مشروع قانون صوت عليه بمجلس النواب حاز الأغلبية. من الأغلبية صدق عليه السيد الرئيس واتنشر في الجريدة الرسمية، أصبح ساري المفروض. مستنيين مذكرة كل الحاجات دي هتتم. وقلنا إن القانون أصبح ساري. برضو بنبه وبقول يا ملاك، خليكوا في اللي انتوا فيه، لا ننظر لأي كلمات. احنا عملنا منازعة تنفيذ وبشرى والكلام اللي هو بيقوله دوت عشان والحاجات اللي هم بينشروها على اساس ان القانون هيعمل فتنه وهيعمل مش عارف، ده هيضرب ده وده هيعمل ده وهو خطر على السلم والامن الاجتماعي والحكومه ما تنفذش. عايزين اي مخرج، عندهم امل في اي حاجه تاني ما ينفذش هذا القانون. وبقول لهم مستحيل، خلاص القانون هيتطبق. عايز تطعن اطعن، عايز تعمل منازعه اعمل زي ما انت عايز، بدل طريق المحكمه بيديك الحق في كده روح قدم. مش تقدم وتعمل لي هيصه وانا قدمت منازعه تنفيذ واتقبلت ومش لا. انا لما تجيب لي حكم دي حتى حكم يعني بيقولوا عليه ايه يعني لسه حكم تمهيدي بوقف التنفيذ مثلا مؤقتا، انا اقول لك انت كده ماشي. انما ما جبتش حاجه ورفعت قضيه وعاملين البليله دي كلها وعاملين كل الكلام ده ما لوش اي لازمه. السؤال اللي جالي غريب قوي قوي. انا ليا فلوس قيمه ايجاريه 5 سنين مثلا او 10 سنين، احنا عرفنا 10 سنين لا هو ما يقولوش غير 5 عشان التقادم الخماسي، وما خدتش قيمه ايجاريه سواء كان وحده سكنيه او محل. الوحده السكنيه بتبقى قليله شويه القيمه الايجاريه، انما المحلات بعد الزيادات اللي حصلت سنه 97 وكده هو اللي هي ضرب في 8 امثال و5 امثال و3 امثال بتاريخ انشاء العقار و10% بعد كده بقت 2%. دي المحلات زادت شويه. برضو رغم عن كده ملاك المحلات دي ما دفعوش، فبيطالبوا هيدفع ال5 امثال بس عليه ايجار متاخر. فيقول لك ده خد مني وصل امانه. ده السؤال اللي جالي، خد وصل امانه بالمبلغ اللي عندي ويديني وصل من اقول للملاك اوعى تدي وصل امانه، اوعى تستلم وصل الامانه دوت. هم عايزين يحطوا لكم عراقيل قصادكم عشان ما يتنفذش القانون ويضحكوا عليكم وينتقموا من الملاك اكنهم هم اللي وضعوا القانون، وبيرفعوا الظلم على المظلوم. الحكومه بترفع الظلم، القانون بيرفع الظلم عن الملاك، فهم عايزين يخليكم في الظلم دوت وعايزين ياخدوا منكم اي حاجه. فيروح مديك انت سيادتك تروح مديله ليك عنده مثلا في محل قيمه ايجاريه كبيره. قلنا القيمه الايجاريه في الشقق كانت 5 جنيه و3 جنيه وبتاع، فيعني لو ضرب ب50 وفي ناس برضو ما تدفعش يقول له خد وصل امانه. بقاله 5 سنين ما بياخدش مثلا ايجار. خلينا في المحلات عشان الشقق يعني صعبه شويه. فيقول له خد وصل امانه بالفلوس باسمي. بعد كده سيادتك تاخد تكون مثلا مع 5 سنين كنت بتاخد 500 جنيه في الشهر ولا حاجه، مبلغ ديك بتاع 30 40 الف جنيه عنده ولا 50 الف، فيروح مديك وصل امانه. الوصل الامانه ده باطل، لان هو اهم حاجه في وصل الامانه هو التسليم والتسلم اللي هو الفلوس. استلمت انا من فلان الفلاني مبلغ وقدره كذا لتسليمهم لشخص ثالث انت تعرفه. هو هنا يقول لك كان في علاقه ايجاريه بيني وبينه وكان ليه عندي فلوس ما استلمتش منه حاجه ولا اديته حاجه ولا خدت منه حاجه، ويقدر يثبتها بعقد الايجار. تخش جناءه هيخش يقول لك انتفاء ركن التسليم في ايصال الامانه، ايصال الامانه باظ. فاحسن حاجه ما تاخدش ايصال الامانه. هيحط لكم الاشواك والعراقيل قصادكم يا ملاك، وخلي بالكم ما تعملوش حاجه غير لما تستشيروا رجال القانون اللي فاهمين في الموضوع، مش اللي بيقولوا اي كلام، مش اللي كتبوا مشهره في قانون جديد في قانون 4 سنه 96
واللي كتب ما لا نهايه من هذه العقود، واللي كتب حد هدم العقار والعقود بايظه ولازم بيترفع بيها قضايا، وللاسف اللي اتكتب مشاهره تم اخلاؤه بعد شهر من الوحده السكنيه، من الوحده السكنيه او المحل التجاري. فاسالوا اهل العلم ان كنتم لا تعلمون. فالمالك ما تديش ايصال امانه، ما تاخدش ايصال امانه على المستاجر، عشان بعد كده هيقول لك انا، هتطلع لك لسانه يقول لك انا ضحكت عليك، انا عايز انتقم منك وهاخد براءه بايصال الامانه، انا ما استلمتش منك فلوس ولا سلمتك فلوس ولا سلمتني فلوس. وده اهم حاجه، اهم شرط في ايصال الامانه هو استلام المبلغ النقدي. مفيش تسليم للمبلغ النقدي يبقى ايصال امانه ملوش اي لازمه وهياخد براءه. وشكرا.